حياكم الله اخواني واحبائي المشاهدين، مشاهدين برنامجكم برنامج قهوة، اللي اليوم كانت اول حلقة من هذا البرنامج، اللي ان شاء الله من خلال هذا البرنامج وخلال 50 دقيقة اللي راح نتواصل بها وياكم ان شاء الله نكون يعني متواصلين ومتفاعلين وياكم بكل ود وحب، ونتلمس قضاياكم. والبرنامج هذا من غيركم ما يسوى شيء، يعني لازم نكون بيناتنا وبيناتكم تواصل وتفاعل. فحياكم الله من جديد، واحيي باخواني المشاهدين، اخوان المقدمين يا مشاهدين. حياكم الله شباب، وحيا الله مشاهدينا الكرام في كل مكان. نرحب بكم بحلقتنا الأولى من برنامج قهوة، اللي راح نحاول من خلالها إن شاء الله نعرض أفكار وآراء الشباب العراقي والعربي، ونحاول أيضا نعرض مشاكلهم وهمومهم ونناقشها. ونتمنى أنه هذا البرنامج يكمل بتواصلكم معنا من خلال آرائكم وتقاريركم اللي تتواصلون وياها أو ويانا بها من خلال التواصل عن طريق الانترنت. حياكم الله شباب. الله يحييك. تفضل. اعزائنا وحبايبنا المشاهدين بكل مكان، حياكم الله. ان شاء الله تكون هذه لمتنا لمة خير وبركه، ونقدر من خلالها نرسم البسمه على وجوهكم ان شاء الله. تقدرون تتواصلون ويانا ان شاء الله عن طريق المواقع اللي راح تظهر على الشاشه، وعن طريق ارقام التليفون. الله بالخير عليكم شباب. الله بالخير. شو محضر لنا بالبدايه؟ والله ان شاء الله نطلع تقرير صغير، خليكم ويانا ونرجع من جديد. يعود تاريخ تأسيس المقهى الواقع في بداية شارع الرشيد من جهة الباب المعظم إلى ما قبل عام 1917 بسنوات. في البدء سمي المقهى باسم صاحبه أمين آغا، قبل أن يتحول إلى اسم الزهاوي نسبة للشاعر جميل صدق الزهاوي، حيث شهد معاركه الأدبية وسجالاته مع الشاعر معروف الرصافي. كما شهد المقهى بوصفه جزءا من فضاء منطقة الحيدرخانة عددا من احتفالات الرصافي الشعرية، التي تتحول إلى مظاهرات وطنية تخرج من المقهى وما جاورها من الأمكنة، لتنضم إلى الحشود الكبيرة، حيث يشترك فيها العديد من الوجوه الوطنية والثقافية في العراق. كما ضم المقهى طائفة كبيرة من الشعراء والمثقفين والمفكرين، واحتضن على مر السنين الأدباء والسياسيين، كونه منتدى لمختلف الأفكار السياسية والشعرية، وملاذا فكريا وأدبيا تطرح فيه الآراء وأخبار السياسة والثقافة والأدب، وملتقى لمن لعبوا دورا وطنيا في تاريخ البلاد، منهم محمد مهدي الجواهري في كتابة قصائده الوطنية في الخمسينيات، بالإضافة إلى أبرز أفراد النخبة الثقافية العراقية آنذاك، أمثال علي الوردي ومحمد بهجة الأثري وعلي الشرقي وبدر شاكر السياب وآخرون. بل شمل أيضا بعض الساسة والوجوه المعروفة من رجال الدولة. حافظ المقهى طوال عقوده الأخيرة على رواده من المثقفين والحلقات الأدبية، وحرص المثقفون من جلاس المقهى على التمسك بملاذهم الأثير، فقد واجه في أواسط الثمانينيات تحديات وأخطار كادت تذهب به إلى الزوال، أو يؤول مصيره كباقي مقاهي بغداد الأدبية التي أغلقت أبوابها وتحولت إلى محال تجارية وأعمال أخرى. إلا أن المثقفين من رواده قاموا بالدفاع عن كيان المقهى ووجوده، فطالبوا بكل حماس ببقائه ملتقى أدبيا وأثرا ثقافيا وذاكرة أجيال لن تنسى. وعلى إثر ذلك أعيد تأهيل الزهاوي المقهى ليصبح صرحا ثقافيا وحضاريا في طراز يحمل سمات الأصالة والتجديد.
حياكم الله اخواني واحبائي المشاهدين من جديد. طبعا ارحب بكم المره العاشره على التوالي في البرنامج. شلونك اوس، اخبارك؟ والله دام انتم بخير وبركه. الله يعزك. شو مدى اشوفك على القهوه؟ شو غايب؟ والله يا احمد شغل ودنيا، وتعرف واحد ينشغل شغل انت و24 ساعه قاعد بالقهوه، حتى بالامتحانات بالقهوه. والله يا علاوي شغل اكثر الصراحه اي يعني مثل ما تعرف احنا قعدتنا بالقهوه صارت تقريبا شيء روتيني وما اكو تغير بيها. بدي احس انه اني دا اقدم شيء، دا اكتسب شيء، دا احاول من خلال هالشيء اسحب شوي نفسي من القهوه، اقلل قعدتي بالقهوه. يعني انت تحس انه وجودك بالقهوه مدى ينفعك ولا دا تقدم انت نفع؟ الوجود بالقهوه دا احس تضيع وقت اكثر مما هو بفائده لي، يعني ممكن استفاد منه باشياء ثانيه. وشوف حكيك منطقي وصحيح ومو صحيح بنفس الوقت. صحيح يعني في حالات ضيقه، مو صحيح اذا عممنا. يعني مثلا انت اذا تعرف القهوه لها ايجابيات كثيره، من يعني ابرز ايجابيه مثلا جمعه الشباب الوحده، يعني هذه ايجابيه كبيره. تاريخ القهوه ولها تاريخ ايضا، يعني انت لو تجي تشوف بالتاريخ القهوه كان لها دور كبير جدا، يعني صحيح. كانت وكاله انباء بالضبط، يعني المجتمع خصوصا المجتمع العراقي القهوه كانت تمثل به وكاله انباء. اذا تريد تعرف احوال السياسه، احوال الشارع، ملتقى للادباء والمفكرين، منطلقه للثورات بين الناس وبين الجيران. ماكو كان تلفزيون، ماكو نشرات اخبار، بالضبط. هو كان كل شيء، حتى الترفيه والمتعه يكون عن طريق مثلا بسوريا يسموه الحكواتي او اللي يقص القصص، موجود في القهوه. صحيح. اذا رجعنا لتاريخ العراق مثلا عندك قهوه الزهاوي اللي هسه سمعنا عنها تقرير يعني في قبل قليل. قهوه الزهاوي اساسا اسمها قهوه امين اغا، اللي بناها واللي اسسها امين اغا، لكن اشتهرت باسم قهوه الزهاوي. ليش؟ نسبه الى الاديب او الشاعر جميل صدقي الزهاوي. هذا حلو. اذا دل على شيء دل على انه القهوه كانت ملتقى للمفكرين والادباء، ثقافي او واجهه ثقافيه. بالضبط. كان اكو سجالات شعريه بين جميل صدقي الزهاوي وبين الرصافي مثلا. زين ليش ما سموها لعد الرصافي؟ ليش الزهاوي؟ نعم. ليش سموها الزهاوي مو الرصافي؟ اذا هم الاثنين السجالات بيناتهم، ايش معنى الزهاوي مو الرصافي؟ يجوز مثلا يعني كان الرصافي ما يدفع حسابه بالقهوه. خوش جواب احمد. يمكن. المهم نتخطى، راح اتجاوزك بهاي النقطه. شكرا. زين ناجلها اخر الحلقه نناقشها. عندك مثلا في فرنسا مثلا قهوه اسمها دوماغو. هذه المقهى مقهى عريق جدا الى الان موجود وقديم، تاريخيا قديم. حتى كان يجلس فيه ادباء فرنسيين مثل الاديب والفيلسوف سارتر، وزوجته الفيلسوفه الكاتبه سيمون دي بوفوار. وبالقوه حفظت الاسم ولا تخليني اعيد الاسم. منو ذولا سارتر؟ ادباء فرنسيين انا عارفهم. تعرفهم يعني؟ تدري الى الان كراسيهم موجوده، بس للعلم الى الان كراسيهم موجوده. وهاي نشوف الان صور